النهارده اخوكو حسين الشحات جاب جونين بصراحه قيمه. الجون الاولاني تغزيله كره شراب بين الرجلين، ثم ركنه بينالتي، لفه هدايا. يعني بصوا، انا زملكاوي بس اللي عمله حسين الشحات النهارده. والجون الثاني دريب. عارفين يعني ايه دريب؟ لكن لا يسعني ان اذكر بكل اسف وبكل حزن ان الجونين هي صناعه اماميه عاشوريه. الجون الاولاني امامي عاشوري، الجون الثاني راح لكهربا، وهنا ايضا بكل اسف وحزن، وكهربا راح لعبها بالعرض، راحت لحسين الشحات. حسين الشحات يعيش اعظم ايامه، جايب جونين بجد. وخلاص امام اسيست، سميه امام اسيست او اسيست امام. امام لا يفعل شيء غير انه يعمل اسيست ويروح يبوس، يعمل اسيست ويروح يبوس اهو، يعمل اسيست. كهربا بيقول له قوم يا ابني، كفايه بوس، ابوس انا شويه. قال له لا، انا اللي هبوس، لان انا اللي عامل الاسيست وانا اللي ابوس. وانا اعيط وعمرو عيط. معلش حاجه بره السياق، اتفضل. ممكن اسالك سؤال هيجنني؟ ممكن، بس بلاش تورطني. ها هو ليه احنا كده والاهلي كده؟ مانجمنت، اداره يا مؤسسه. عمي انا جيت ابص في الرعايه، هم ليه رعايتهم بمليارات واحنا رعايتنا بملايين؟ مش الناس اشتكت ان ايام كابتن حسين لبيب اشمعنى يعني القناه بتاعت نادي الزمالك فيها 15 اعلان واحنا ما عندناش ولا اعلان؟ هو الناس بتثق في قناه مين؟ الاهلي. احنا ايامنا نادي الزمالك، القناه بتاعت نادي الزمالك دي وانا يعني متحفظ عليها تمام التحفظ، لابد ان تتغير تماما شكلا وموضوعا وكل حاجه. احنا عندنا يعني من اكبر الاعلاميين في مصر الزملكاويه. ليه ما بستعينش انا بكل دول يجوا يحطوا لي السياسه الرشيده بتاعه القناه اللي اسمها قناه الزمالك؟ النهارده احنا فخورين مثلا بعائلات معينه داخل نادي الزمالك. ازاي مثلا عيله زي عيله الكابتن حازم امام ووالده وجده، دي عيله يا جماعه للنشء الصغير، النشء الصغير عشان لا يبقى ارجع زملكاوي. تاني، اتفضل. ليه الاهلي عنده الرعايات بمليارات واحنا عندنا الرعايات بملايين؟ ان شاء الله احنا هيبقى عندنا زي الاهلي بكتير، لان لما ابتدي اشرح احنا القائمه بتاعتنا ايه هتقدر تعرف ان نادي الزمالك ما كانش عنده ما يسمى اداره تسويق اي شيء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا مباراة جميلة النهاردة، ممتعة. كل مباراة عن التانية إمام عاشور بيثبت قد إيه الصفقة ناجحة وصفقة القرن بالنسبة للنادي الأهلي. وليه كان كل الهجوم ده على الأهلي عشان يبعدوه عن الصفقة دي. شوية هيجوا الجمهور يقولوا الجمهور منقسم، في اللي عايزه اللي مش عايزه، موضوع وليد سليمان مش وليد سليمان. شفتوا قيمة إمام عاشور قد إيه، وقلناها في فيديوهات سابقة. إمام عاشور أفضل لاعب في مركزه من سنين طويلة جدا، لعيب بيأدي كل الأدوار في الملعب، كل الأدوار الدفاعية والهجومية، في كل حتة في الملعب هتلاقيه متواجد. الماتش اللي فات كان عامل جبهة مع رضا سليم قوية جدا، النهاردة نفس الأداء ونفس الريتم، قوة أكبر مع حسين الشحات وعلي معلول، وأسيستاتك يا إمام يا عاشور، بالإضافة للهجمات الكبيرة اللي بيعملها إمام عاشور من العمق، وكمية التسديدات اللي بيعملها إمام عاشور خلال كل مباراة، 4-5 تسديدات كلها قوية وكلها مؤثرة. والنهاردة العارضة شالت منه واحدة كانت هتعلى بيه في السماء. إن إمام عاشور مستني أول هدف ليه مع النادي الأهلي، وهتفتح معاه صورة رائعة جدا. إمام عاشور خليط
من لعيب خط النص، المدافع، لعيب صانع الألعاب، لعيب اللي بيلعب ورا المهاجمين. ألف مبروك تألق إمام عاشور، ألف مبروك لفوز الأهلي بالمباراة، وربنا يحفظه من الإصابات ومن الحسد. كنت أهلاوي أصيل من عشاق الرياضة المصرية. ادينا لايك واشتراك، ولنا رأيك في التعليقات على الرائع إمام عاشور وحسين الشحات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.